في ليلة واحدة الكلام اتنشر بسرعة عن معارك وتحركات مسلحة على حدود مصر الجنوبية. بس الكلام ده هل صح؟ هل فعلا في حد حاول يخترق حدود مصر؟ خليني اوضح لك القصة بالظبط. اللي حصل بكل بساطة إن في اشتباكات حصلت فعلا على حدود السودان مع مصر وليبيا في منطقة اسمها المثلث الحدودي. الجيش السوداني قال إنه وقف هجوم من قوات الدعم السريع وقاموا قصف جوي وهجوم على الأرض جوه السودان. بس لازم نوضح حاجة مهمة، مفيش أي تأكيد رسمي أو خبر موثوق بيقول إن في حد حاول يدخل مصر أو يعبر الحدود المصرية. كمان محدش أكد إن في طيارات مجهولة شاركت في القتال ده. اللي حصل ده هو جزء من الحرب اللي داخل السودان، والموضوع كله داخل السودان مش مصر، بين الجيش وقوات الدعم السريع. كمان في الأيام اللي فاتت الرئيس عبد الفتاح السيسي قال كلام واضح إن أمن السودان جزء من أمن مصر، وإن أي تهديد قريب من حدودنا الجنوبية هو خط أحمر. يعني الموضوع كله مهم، لكن لازم نعرف الحقيقة، مش نصدق أي كلام يطلع على السوشيال ميديا بسرعة. الحدود المصرية آمنة والجيش المصري دايما جاهز يحميها، ومفيش حد يقدر يخترقها بسهولة. الخلاصة، في قتال حصل جوه السودان بس ما حصلش اي اختراق او تهديد مباشر لمصر، واللي علينا نعرفه اننا لازم نتابع الاخبار من مصادر موثوقة عشان ما نصدقش اي كلام ممكن يسبب قلق بدون سبب.